ايه رأيكم نعمل كفتة النهاردة؟ خطيرة يا جماعة، الكفتة من غير بصل خالص وهتطلع متشمعة ومفتلة. تحفة يا جماعة بجد. يعني انا دايما من الناس اللي بكسل ان انا ابتدي بعملها كتير، ان احنا بنعصر الطريقة العادية، بنعصر البصلة وناخد تفل البصل وكده، بس انا ساعات كتير بكسل ان انا اقطع بصل واعصره وبلا بلا ونقعد نعمل الحاجات دي كلها، وعايزة حاجة على السريع كده، بروتين وفي نفس الوقت طعمها حلو. الطريقة دي اللي اقولها لكم تركاية هتطلعها تحفة. وعلى فكرة مطاعم كتير انا رحتها، يعني في منهم مطعم اخير عجبتني قوي فيه، وقال لي ما بحطش فيها بصل خالص، فخليني اقول لكم هو قال لي احط ايه، فانا حطيته في الاخر. والتتبيله معانا ازاي؟ هنرش رشه فلفل، وبعديها رشه ملح كويسه برضو، وبعدين هننزل عندنا بابريكا مدخنه، وهنحط كمان البابريكا المدخنه. يا جماعه جربوها غير البابريكا العاديه، بجد بتفرق جدا في تنكيه الاكل. جربوها كده وقولوا وشوفوا الفرق بينها وبين البابريكا العاديه. تمام. هننزل بعديها بتوابل مشويات. دي توابل انا كنت جايباها من مرسى مطروح، يعني مشهوره بالتوابل بتاعتها. اي توابل بهارات عندكم، لحمه، توابل كفته، حطوها هتطلع حلوه برضو. حلو كلام. هننزل ايه بقى؟ هننزل برشه بيكنج باودر، ورشه بسيطه يعني اقل من معلقه صغيره، وهننزل بكوبايه زبادي. طبعا عشان كميه اللحمه اللي عندي دي مش كتير، فنزلت بنص كوبايه زبادي بس، عشان ايه؟ ما تبقاش سايله مني. حلو الكلام. اخر بقى مكون كمان كان جوز الطيب، وده كان شيف في المطعم قاله لي حطي جوز الطيب، يعني ابشري بشره حلو من جوز الطيب وهطلعها بجد فظيعه. وبشر جوز الطيب يفرق تماما عن جوز الطيب لما تجيبيه مفروم عادي. انت اصلا هتشمي الفريشنس بتاعه جوز الطيب مجرد ما تبتدي ان انت تفرميها. تمام. في اخر حاجه دلوقتي هتشوفوها رشه جوز الطيب. وبعدين هنبتدي نعجن الكفته بقى وندخلها التلاجة عندنا من يعني ترتاح شويه نص ساعه. لو انت مستعجله نص ساعه، يعني انا حطيتها بصراحه ساعه، طلعت خطيره. عايزه انت تحطي نص ساعه بس حطيها. ادي هنا رشه جوز الطيب بتاعتي، وهنبتدي بقى نعجن تاني، واتاكد بس ان كل الحاجه اتغلفت، ودخليها بقى التلاجة. في ناس بتحط شطه، بس انا يعني بيني وبين الشطه يعني ما فيش عمار. تمام. فانت عايزه تحطي نطره شطه، حطي فلفل شطه مفروم، حطيه، مش هيقول لا. يعني لغايه كده الكفته هتطلع حلوه معاكي. اي بقى تجويد واضافات من عندك هتحليها اكتر واكتر. تمام. في البهارات اللي هي الناشفه. تمام. بس انا كده عجنتها، هغطيها وادخلها التلاجة ترتاح. خلاص كده دخلتها بقى الفرن مسخناه. دي بعد ما استوت في الفرن. خلوا بالكم الفرن تقعدوها 10 دقايق ربع ساعه وتفصلوا وتسيبوها تستوي في سخونه الفرن، هتطلع لكم القمر ده. تعمليها بقى في ساندوتشات، لو خروجه سريعه كده وتاخديها وانتي خارجه كده، تتغدوا جنبها رز زي ما انتي عايزه. عجبكم الفيديو؟ لايك وسبسكرايب وفولو لو بتابعوني في